السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال يا رب العالمين. صباحكم زي الفل والرزق والهنا يا رب العالمين. صباح مشرق بنور الله. صباح الخير صباح الفل. بسم الله ما شاء الله. الله اكبر. ايه يا ريس انت شابك كده ازاي؟ زي ما انتوا شايفين كده انا سايباهم بايتين هنا كده من امبارح. بطلعهم على بعد العصر قبل المغرب كده، وانزلهم الصبح على الساعة 7:30 8. النهاردة كده الساعة 7:30 لسه ما جاتش 8، انا خلاص داخلة على 8. فطلعت لهم زي ما انتوا شفتوا كده، كنت لسه طالعه لهم مع بعض، ما شفتش اي حاجة غير معاكم. حطيت لهم مية الاول. اول حاجة بقدمها لهم مية، لان بكون حاطه لهم تبن وعلف من امبارح قدامهم، فبيكونوا الصبح بحسهم عطشانين كده، فبقدم لهم اول حاجة مية. الاسود ده بسيبه مطلوق كده مش بربطه. فبراحته يعني المية قدامه طول الوقت رايح جاي يشرب. فلازم اقدم للتاني المربوط ده مية الاول قبل ما احط له اي حاجة. بشربهم فوق علشان ما انزلهم تحت، لو شافوا البرسيم مش هيشربوا بسبب هو يحب يتدلع شوية كده قبل ما يشرب، يلعب في المية ببقه كده قبل ما يشرب شوية وبعدين يشرب مع نفسه. بشيل بقى الحمام بتاعهم وانشره جوه كده ينشف. والسطح ده مكانهم ده ساعتين بلاقيه نشف. يعني مش بكنس كل يوم فوق، كل ما اطلعهم مرتين تلاتة كده بكنس مرة. تحت بكنس كل يوم، كل يوم بكنس له. واليوم اللي بطلعهم فوق فيه بسيب الشقة تحت يعني من غير تراب كده ولا اي حاجة. عشان تنشف مكان المية ينشف. انزلهم تحت واحط لهم اكل، وهوريكم المكان تحت عامل ازاي وهما مش موجودين، بيكون نظيف. يعني مش بطلعهم كل يوم، بطلعهم مثلا يوم ويوم لا، يومين لا ويوم وساعات كل يوم. زي ما انتوا شايفين كده الموضوع سهل جدا. بسيبهم كده وبينزلوا على السلم لوحده. ده سبته فكيته فلقيته عايز يتنطط شوية، سبته اتنطط شوية وخدته ونزلته. بصوا بينزل لوحده السلم، هو دور واحد بس بينزل لوحده السلم. انا لو سبته هينزل لوحده عادي ويطلع لوحده برضه. بصوا المكان الله اكبر ناشف ازاي، ومفيهوش اي حاجة، حتى حاجة لازقة على الارض مفيش. انا بالنسبة لي نظافة المكان مهمة جدا جدا، واللي مساعدني برضو ان المكان يفضل نظيف كده او ينشف شوية. اللي انا بطلعهم فوق على الاقل خالص مرتين تلاتة في الاسبوع، عشان السطح السقف ده ينشف ما يبقاش فيه مية زي ما انتوا شايفين كده. يعني انا مطلعاهم من امبارح اخر النهار، الليل كله المكان نشف كده واتهوى وبقى زي الفل، وايدي فيه باستمرار. يعني الدروة دي من امبارح. كل يوم بيبقى عندي يوم ثابت، يعني ركناه على جنب. يعني اللي هو هيجيب النهاردة اخليه لبكرة، اللي يجيبوا تاني يوم ارميه لهم. يوم ثابت عندي علشان انا بطلع بدري، هو ما يكونش جاب الدروة يعني ولا البرسيم عشان ارمي لهم، فيكون عندي ارمي لهم كده يفطروا دروة. وبعد الدروة ما بسيبهمش كده، لا بحط لهم تبن وعلف واسيبهم عليه لحد الساعة 12 واحدة، واشربهم وابدا اعلفهم تاني بقى في خضره. بحط لهم بتنجان بصل بطاطس اي حاجه احط لهم، واحط لهم معاه علف برضو او بعديه علف. مفيش بحط لهم علف وتبن بس. يعني بحط لهم اكل كده الصبح تبن وخضره، والظهر برضو تبن وعلف او تبن وعلف وخضار لو فيه. انا خلاص هحط لهم كل واحد علبة تراب تحتيه، حطيت لهم كل واحد علبة تراب تحتيه اهو زي ما انتم شايفين، واسويها كده واسيبه. عشان كده بيحافظ على المكان، يعني التراب ده بيتبل او يلين. اشيله بقى تاني يوم.
ولو لين في نفس اليوم عادي اشيله مفيش مشكلة. هي شيلتهم سهلة جدا، يعني انا لو مفيش ضروف بكنسهم بالمقشة كده هيتشالوا عادي، لان اساسا تحتهم نضيف. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. بحب اسوي لهم الاكل كده وهم بياكلوا. بقعد هنا كده، بصوا المكان بسم الله ما شاء الله. بقعد هنا على الكرسي ده كده جنبهم لحد ما يخلصوا اكل. انا بحب اقعد جنبهم كده، بحب استمتع بالمكان والحاجة هي بتاكل كده، بحب اتفرج عليها. لان انا بحب تربية الحاجة دي قوي. والحاجة لما بتتعمل بحب، والحاجة اللي انت بتحبها بتعملها بتجتهد فيها وربنا بيرضيك فيها ان شاء الله. عشان كده انا واثقة في ربنا ان هو هيرضيني فيهم ان شاء الله، لان انا عاملة الحاجة دي حبا فيها مش عشان حاجة تانية. فان شاء الله خير. زي ما انتوا شايفين كده، واضح ان انا بعمل لهم الحاجة بحب ومهتمية بيهم و... وحابة ان انا اربي الحاجة دي. فان شاء الله ربنا هيرضيني فيهم ان شاء الله. لو وصلت لهنا في الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة، واشتراككم طبعا يسعدني جدا. شكرا جدا والسلام عليكم.